تخيل معي، واحدة اسمها كيت كانت تسوق في طريق مظلم في نص الليل. فجأة خلص البنزين من سيارتها، ولا معها ولا دولار. وقفت على جنب وما تدري وش تسوي. فجأة يطلع لها رجال مشرد، لحيته كتيفة وشكله طيب. سموه الناس لاحقة بيردي. الرجال عطاها آخر 20 دولار عنده علشان تشتري بنزين وترجع بيتها بأمان. كيت رجعت وقالت لأخوياها وش صار، وبالأخص حبيبها مارك. وفي اليوم الثاني رجعوا لمكان بيردي وجابوا له أكل وملابس. بس ما وقفوا هنا، جتهم فكرة شيطانية. قالوا ليه ما نسوي حملة GoFundMe ونجمع له تبرعات. كتبوا فيها القصة الكذابة ذيك، إن بيردي عطى كيت آخر فلوسه، والناس تأثرت. الإعلام غطى القصة، الحملات انتشرت مثل النار والدونات تنهال. 10,000، 100,000، 400,000 دولار. اشتروا له بيت متنقل AR فيه وركنوه في حوشهم، وصار بيردي يطلع معهم في مقابلات والكل يشوفهم كأبطال. بس بعد كم شهر صحفية تجيها معلومة إن بيردي رجع للشارع. راحت تتقابله وقالت له وين الفلوس؟ قال ما وصلني لتقريباً 75,000، والباقي صرفوه كيت ومارك. محامين تدخلوا وبدت القصة تنكشف. كيت ومارك اشتروا BMW، راحوا لاس فيغاس، شنط فخمة، سفريات، كازينوهات. رفع عليهم بيردي قضية، وكيت ومارك جوا يدافعون عن نفسهم في الإعلام، بس الأمور كانت تطلع من يدهم. الضربة القاضية؟ كيت سجلت مارك وهو يعترف بكل شيء. قال بالحرف 20,000 للBM، 5,000 لديزني، 10,000 شنطة. بس الأسوأ، لقوا في جوال كيت رسالة قديمة تقول فيها ترى القصة كلها مفبركة. يعني حتى قصة 20 دولار وهمية، واللي يعني إن بيردي كان شريك معهم من البداية بالنهاية. الشرطة قبضت على الثلاثة. كيت أخذت 3 سنين سجن، مارك 5 سنين، وبيردي أخذ 3 سنين تحت المراقبة. وهذه نهاية قصة من أكثر عمليات النصب اللي لبست قناع الطيبة والإنسانية، وهي بالحقيقة مجرد كذب واحتيال. إذا عجبتك القصة ما تنسى تشترك وتعطينا لايك. قصص الجرايم عندنا ما تنتهي. موفي كاميرا فاير.